السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل يا بنات النهارده مع بعض صينية مكرونة من ربع كيلو لحمة. هنعمل صينية مكرونة بإذن الله كبيرة وتبقى حلوة بإذن الله. دي ربع كيلو حطيتها، الأول نزلت بمعلقة سمنة كبيرة، وبعد كده نزلت باللحمة. طبعا اللحمة فيها دهون، ما نحط سمنة كتير، هي بتنزل برضك دهونها مع السمنة اللي احنا حاطينها. دول بصلتين بشرتهم اللي نزلت كده بيهم، كده اقلبهم كده تقليبتين، واحط دلوقتي معاهم معلقة فلفل، نص معلقة فلفل، معلقة صغيرة كده بقى. اقلبهم كده تاني مع بعض. كده انا حاطه المكرونه تتسلق. انا حاطه كيلو الا ربع مكرونه بيتسلق، يعني حاطه كيس ونص. كده حطيت الميه غليت بتاعته، وحطيت المكرونه بتتسلق على جنب. كده انا حطيت جوز الطيب، وحطيت توم باودر اللي حطيته كده عليهم، وحطيت 12 بهار حطيتهم. وكده نزلت بجزرايه كبيره بشرتها، ونزلت كده بيها. كده بكون انا عايزه اعمل صينيه كبيره وعندي عزومه ولا حاجه، احط عليها خضار بقى. الخضار هيكتر معايا وهتبقى بردك حلوه جدا. مكرونه بشاميل بالخضار بتبقى حلوه قوي. كده حطيت ال 12 بهار، وحطيت كزبره، وحطيت فلفل، وحطيت كمون. بس دول اللي انا حطيتهم. حطيت 11 بهار، حطيت جوز الطيب، حطيت توم باودر، حطيت فلفل اسود، حطيت كزبره، حطيت كمون، وحطيت واحده مكعب. حطيت واحد مكعب بس عليه، ما حطيتش ملح تاني، كان ملحها كده مظبوط. كده بقى هقلبهم مع بعض كده بقى شويه، لغايه ما احس ان الجزره دبلت شويه، واروح شايلها كده. طبعا خلاص انا عندي المكرونه هتستوي خلاص، قربت دخلت على السوا. انا الفيديو في الاول حاجه ما ظهرش عندي، ما الكاميرا ما كانش مسجل. كده المكرونه بقى خلاص اصفيها، وهنعمل مع بعض البشاميل. يعني انا من ربع كيلو لحمه وجزرايه وبصلتين، بسم الله ما شاء الله، عملت صينيه كبيره مع العزومه اللي كانت عندي يعني جنب الاكل. حطيت معلقتين صلصه، مش هتحط صلصه ما تحطيش، اصل انا حطيت معلقتين صلصه بس، ده اختياري زي ما انت عايزه. كده حطيت 3 معالق سمنه كبار، وحطيت كوبايه دقيق اللي استخدمتها، كوبايه دقيق كبيره استخدمتها. كده هقلبهم كده مع بعض مع السمنه، وحطيت واحده مكعب بردك عليهم بردك مع الدقيق، هحمرهم كده كلهم مع بعض. واستخدمت كيلو لبن، لان انا هعمل صوص كتير عشان هعمل مكرونه بالصوص، وهحط كمان على الوش. كيلو لبن اللي انا استخدمته. كده بحط فلفل اسود، وكده بقى اقلبه او ما تتقل معايا، مش هخليها تقيله قوي، تقيله حاجه بسيطه، واروح قافله عليها. كان عندي حته جبنه صغننه حطيتهم بردك حطيتها على البشاميل. كان عندي حته جبنه دي حطيتها على البشاميل بردك معايا. طبعا اللبن بردك كان فيه قشطه كتير، يعني بسم الله ما شاء الله كان البشاميل تحفه جدا. كده بقى البشاميل انا كده خلاص، انا عايزه تقله كده، مش عايزاه يبقى تقل قوي. كده الجبنه هتسيح فيه عشان البشاميل سخن. كده حطيت تلات ربع البشاميل كده على المكرونه، واقلبه. حطيت بقى نص المكرونه كده، وننزل بقى بالصوص بتاع اللحمه اللي احنا عملناه. جربوا الطريقه دي تحفه جدا وهتعجبكم قوي. كده بقى انزل بقى البشاميل، ومدخلها على الفرن 180، قعدت نص ساعه في الفرن. وحطيت لها بيضه على الوش. انت هتحطي جبن على الوش حطي حاجه، لا صحيت اما احب البيضه، احط البيضه دي على الوش احسن. اللي انت عايزاه، ممكن تحطي جبن، ممكن تحطي بيضه. انا حطيت لها بيضايه على الوش،
وحطيت بيضايه وحطيت عليها حبه فلفل اسود وقلبتهم وحطيتها على الوش ودخلتها على الفرن على 180. قعدت نص ساعه في الفرن. يعني طلعتها كده ساعه دوك خلاص، كان فاضل 5 دقايق على المغرب. يعني طلعت من الفرن على السفره على طول كده بقى، طالعه سخنه ايه، موحوحه يعني زي ما بيقولوا. كان خلاص فاضل على المغرب 5 دقايق. بصوا الحلاوه يا بنات، جربوها كده وقولوا ايه رايكم. متنسوش اللايك يا بنات.